صاحب القول التاريخي: الإنجازات تنتزع، المجد ينتزع لا يوهب ولا يعطى. كنت معكم في ذلك اليوم بتغطية عند التأهل من مسقط العمانية. الآن هذه الليلة وقد ظهرت نتائج قرعة النشامة في المونديال إلى جوار الأرجنتين، المنتخب حامل اللقب، منتخب ميسي غني عن التعريف، الجزائر البلد العربي الشقيق والإفريقي وأنت تعرفه خير معرفة، وبطبيعة الحال المنتخب النمساوي. تعليقكم الأول على قرعة ومجموعة النشامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سعداء أول شيء بتواجد اسم الأردن في القرعة المميزة التي كانت في أمريكا هذه الليلة. كرة القدم الأردنية تفتح باب جديد وقنطرة للتواجد إن شاء الله مستقبلا في المسابقات العالمية. هذه فرصة لكرة القدم الأردنية على أنها تظهر المواهب والمؤهلات تاع اللاعبين الأردنيين حتى يكتشفهم الجمهور العالمي، وتفتح أمام يعني الطاقات والمواهب الشابة آفاق الاحتراف وحمل يعني أحلام الأردنيين في دوريات كبيرة. التواجد تاعنا في هذه المجموعة يعني جيد بالنسبة لنا، لأن كانت مجموعات أخرى أصعب من هذه المجموعة. بطبيعة الحال التواجد تاعنا مع بطل العالم فهو يعني تحدي كبير، ولكن فرصة لكرة القدم الأردنية لأنها تلعب بطل العالم، تلعب لاعب من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية اللي هو ميسي. وبالتالي يعني مباراة غتكون كلها إيجابية وكلها يعني تحفيز ودوافع كبيرة للاعبين لأنهم يقدموا أنفسهم في هذه المباراة. عندنا كذلك من المنافسين تاعنا ومن الخصوم تاعنا منتخب النمسا، تنعرفوا العقلية الجرمانية، الانضباط والجدية والاندفاع البدني والقوة من الناحية التكتيكية. وبالتالي غنجهزوا لهذه المباراة إن شاء الله بشكل جيد. عندنا كذلك منتخب الجزائر، المنتخب العربي الشقيق المميز بنجومه، وبالتالي يعني كتجربة أولية تنظن بأن ما يمكن إلا أنها تكون جيدة ومفيدة للمنتخب الأردني وكرة القدم الأردنية إن شاء الله في التواجد في هذه المجموعة هذه وفي كأس العالم. وكذلك الجماهير الأردنية بأمريكا وبكندا لأنها تساند الجمهور تاعها في هذه الفرصة هذه. كابتن جمال، أراك مرتاحا ومبتسما وهذا يعكس نوع من الثقة. مرتاح للقرعة للمجموعة؟ كنت تفضل عدم المواجهة للمغرب وتحقق ذلك؟ بطبيعة الحال كنت أفضل أن لا أتواجد في مجموعة المغرب، لأنه غتكون هناك جماهير مغربية ستساندنا كذلك في مبارياتنا، وبالتالي يعني جوج ديال المسارات مختلفة غيخليو بالنسبة لي يعني نحب أن المغرب يمشي بشكل جيد ونحب أن الأردن كذلك تظهر بمستوى جيد، وبالتالي تواجدنا في مجموعتين مختلفتين غيخلي هذه الحوافز هذه.